صباح الخير، أنا جيت. كل سنة وانتم طيبين ومش قادر أسامح. المسامحة شيء جميل وشيء لطيف، وإن احنا نتخلى عن المشاعر السلبية ده حلو قوي، وإن احنا نرتقي في المشاعر الإيجابية ده برضو روعة. بس to what extent؟ لأن احنا هنا هنلاقي إن الناس بتنقسم قسمين. قسم يقول خلاص يا عم أنا مش عايز أي حاجة، وأنا كاتب اسمهم كلهم في ليست كبيرة جدا ومسجلهم وحافظهم وهدعي عليهم في التراويح واحد واحد. والقسم التاني خلاص انا هسيبهم لربنا وخلاص بقى ومش عارفه ايه وانا هسامح. في الواقع الحالتين مش مسامحه، لان لو جينا قلنا هنلاقي ان ربنا قال العفو عند المقدره. بمعنى ما ينفعش ان اجي لبنت بيتم التحرش بيها واجي اقول لها سامحي وهي لسه لا بتعرف تحط حدودها، لا بتعرف تاخد حقها، لا بتعرف تتكلم حتى، ولا بتعرف تدافع عن نفسها. فمنين ان هي لسه احنا بعاد قوي يا فاطين؟ منين اقول لها هنا سامحي؟ هنا انا بسلبها الشعور الوحيد اللي هيخليها تدافع عن حقها، ان في حد بيتعدى حدودي بيتم انتهاكها. يبقى هنا احنا بنخلق اشخاص سلبيه اكتر من ان احنا بنعمل اساسا بنرتقي في الشعور الايجابي. يعني انا هنا مش برتقي قد ما انا بكون بروح بسلبيه وكبت، لان انا خلاص ماشي خلاص انا لازم اكون كويسه. وهنا بندخل، وهنا التريك بتاعت المثاليات، ان انا خلاص انا هسامحهم عشان اكون كويسه. المثاليات دي مش موجوده اصلا. المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. كوني مش قادره اخد حقي دي سلبيه ومهاره محتاجه ان انا ابنيها. فبالتالي ما ينفعش في المرحله دي اجي اقول سامحي قبل ما يكون الشخص بنى شخصيه قويه، بنى حدود صحيه، قدر على الاقل ياخد حقه. ما ينفعش مثلا البنت اللي بيتم التعدي عليها دي وهي لسه في مرحله الفريز، وبمجرد ما حد بيقرب منها هي حرفيا بتتجمد وما بتعرفش تتكلم، ما بتعرفش ترد، ما بتعرفش حتى تزق ايده وتتكلم تعمل اي رياكشن، واجي اقول لها سامحي. احنا بعاد. لازم نبني الشخصيه الاول اللي على اساسها نقدر ندخل في اي حاجه بعد كده او نتكلم في اي حاجه. انما انا عشان اجي اقول للشخص من المرحله الاولى دي سامح، مش هيحصل. ولو قال لنا يبقى هو بيضحك علينا وبيضحك على نفسه، لان يعني هنا هتكون سلبيه، هو لسه مش عارف ياخد حقه. كام مره بنلاقي مثلا اشخاص انا هسامح وخلاص وهسيبها على ربنا، بس هو من جواه كل شويه لو مثلا لا الشخص ده بيحصل له حاجه كويسه بيتضايق، فين يا رب عقابك؟ اصل ربنا بيمهله عشان يديه في الاخر. احنا مستنيين لحظه الانتقام، فاحنا مفيش مسامحه ومفيش اي تخلي عن المشاعر السلبيه، هي بس بتطلع في اللحظه المناسبه. طيب ماشي، وبعدين تلاقي مثلا شخص انا معرفتش ارد عليه وهو ربنا هياخد لي حقي، وتلاقيه اساسا وهو بيحكي بعدها هو اجيتيتد جدا او منفعل جدا ومتضايق جدا ومستني اللحظه اللي حد يعرف ينتقم له او ياخد له حقه او ان ربنا يجيب اللي يظلمه. طب ما هو معنى كده ان في خلل في المنظومه عندي ان اخد حقي واتكلم اصلا. لان انا لو قدرت ارد على اللي قدامي، دي مرحله لازم ابني انا المهاره ان ازاي ارد، ان ازاي في تروماس كتير عليها، ده حقيقي، وفي حاجات كتير قوي ويعني تسميات مجتمعيه ومثاليات ملهاش اي اساس او وجود، بس الناس بتكون استك فيها. طيب وبعدين هل هنفضل استك فيها ولا محتاجين ان احنا نبني شخصيه تعرف ترد؟ انا بعرف اخد حقي، او بعرف لو على الاقل لو الحاجه مضايقاني هتكلم. اضعف الايمان ان اتكلم واعبر عن الحاجه اللي مضايقاني، او ان انت مثلا ضايقتني في الحاجه الفلانيه، رد فعل الشخص ده شيء يرجع له، انما تصرفي انا على الاقل اكون عرفته اضعف حاجه ان اللي انت عملته ده غلط. سمعني ما سمعنيش، خلاص انا عملت اللي عليا. فبالتالي هنا احنا بنبني اساسا شخصيه قويه، او بنبني اصلا انسان قادر ان هو يتصرف، او قادر ان هو يدافع عن حقه او يدافع عن شخصه. ما هو جسمنا ده امانه، حدودي دي امانه، سلامي النفسي ودماغي سلامه فكري امانه. فبالتالي منين ان انا لسه مش قادره ادافع عن نفسي واجي اقول سامح؟ مش بيحصل هنا مسامحه. فهنا لازم نبني الاول بتكون خطوات فعليه ازاي اقدر اخد حقي او ابني شخصيه ادافع بيها عن حقي،
مش الشخصيه دي معناها ان انا هكون لا انا هوريكم الوش التاني بقى وانتوا اللي طلبتوا الغضب خالص خالص. هي بتكون خطوات فعليه ان لو شخص ضايقني انا هعرف ارد، حتى لو مثلا اول مره معرفتش ارد بس روحت البيت كتبت الرد ده في ورقه، ولو حد قال لي كده تاني انا هرد. تاني مره رديت نص الكلام، تالت مره رديت كله. ماشي، هنا ده تدريب، يبقى هنا انا ببني شخصيه قويه. فبالتالي لما نيجي ندخل في المرحله التانيه من المسامحه يبقى عندي حاجه قويه من الشخص نفسه ان هو طب ما انت وقفت لنفسك. هنيجي بقى هنا للمرحله التانيه. المرحله التانيه هي ان انا مش لازم اقول للشخص سامح، لان في ساعات بيكون في تراكمات كتيره جدا وجبل قدامنا. وصباح الخير، خلينا واقعيين، احنا اغلبيه الناس في كبت ويعني مشاعرهم مدفونه من زمان، فبالتالي مش هنلاقي البيس اوف كيك دي. فاحنا بالتالي محتاجين ان احنا نتعامل معاهم واحده واحده. فعشان اجي اقول للشخص سامح كلمه كبيره قوي وهو لسه فيه لايرز كتير جدا. فبالتالي هنا ممكن نمسك شعور، وده اللي انا بعمله في السيشنز، وده اللي انتوا تقدروا تعملوه مع نفسكم، ان انا مش لازم اسامح الشخص مره واحده. انا ممكن امسك موقف او شعور الشخص ده حسسني في الموقف ده مثلا بالعار او بالخذلان او بالضعف. طيب ممكن نمسك الشعور ده ونتخلى عن الشعور ده. فبالتالي هنا هيبقى الكوبايه بنبدا ننقصها شويه شويه، مش هقوله خلاص اغسل الكوبايه وهي لسه مليانه، بالراحه بنبدا ننقصها شويه شويه. فبالتالي لما نيجي نغسلها خلاص تبقى الموضوع سهل وسلس وبسيط. فبالتالي بنعمل ايه؟ وده انتوا اعملوه مع نفسكم، ان بالراحه واحده 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 لاير بنبدا ان احنا نفك المشاعر او نتعامل مع المشاعر بتاعتنا بالراحه بشويش، واحده واحده نفك المشاعر دي، بحيث ان احنا لما نيجي نقول هنتخلى عن شعور، انا بتخلى عن الشعور ده، انا لسه ما جبتش سيره الشخص، انا لسه في مرحله ايه؟ اني بتخلى عن الشعور. تمام؟ الشعور ده عشان نفسي، انا هتخلى عشان انا عايزه اتخلى عن الحمل اللي تعب كتافي وتعب جسمي وتعبني، وانا اللي شايله الغضب ده جوايا، وانا اللي شايله المشاعر السلبيه دي جوايا ومأثره على نفسي وعلى حياتي. فبالتالي هنا احنا بنشيلها واحده واحده. تالت مرحله هي تصحيح المفاهيم. ان كتير مثلا ناس زي ما اتفقنا هيفكروا ان المسامحه ان انا خلاص انا مش هتكلم على حقي مع الشخص ده، او ان انا خلاص انا هرجع بصوا مفيش اي حاجه تاني، والشخص ده يعني بصوا خلاص انا هرجع تاني واقع معاه في نفس الغلط. which ده بيحصل في ساعات، اللي هو انا سامحته خلاص، طب وتلاقيه راح لنفس الشخص اللي بيأذيه وراح له بنفس الطريقه ومتوقع ردة فعل مختلفه. لا، والنبي متوقعها ازاي؟ يعني بالله عليك قول لي متوقعها ازاي؟ يعني هيجيب ردة فعل مختلفه ازاي؟ ما انا سامحته على الموقف الاولاني، ما هو نفس الشخص، يعني هو نفس الشخص، مش ازاي متوقعين ردة فعل مختلفه؟ يبقى هنا احنا محتاجين نظبط المعنى او الترجمه لمفهوم المسامحه في دماغنا. ان المسامحه انا مش معنى كده ان انا خلاص انا هتخلى عن حقي وخلاص الشخص ده انا الموضوع انتهى بالنسبه لي. لا، هو ممكن الشخص يكون كده انا مسامحه، ان هو انا سامحاله ان هو يكون هو ده طبيعته وهي دي تصرفاته، فهو هيتصرف كده. انا عليا نفسي، عليكم انفسكم. خلاص انا اللي هحط حدودي وانا اللي هتعامل وانا اللي هرسم حدودي ازاي. فبالتالي هنا تبقى المسامحه مقبوله شويه. لا، وانا ممكن اكون مسامحه بس بقدر اخد حقي من ايه؟ من قوه، انا هاديه. الشخص القوي هادي، مش محتاج يعمل كل الغضب والدوشه اللي بتحصل دي وفي الاخر يقول لا انا سامحت. طب لا انا غضبان، ما هو احنا غضبانين عشان احنا فعليا ما خدناش حقنا او مش حاسين ان احنا خدنا حقنا او دافعنا عن نفسنا. فبالتالي بنروح لايه؟ للغضب. وان المسامحه دي ان انا مش هاخد حقي، لا، احنا ممكن ناخد حقنا بس احنا مشاعرنا نيوترال، في هدوء. انا نفسي من جوه مش اجيتيتد، مش هاجي على اخر اليوم هكون مستنزفه بسبب ان انا كنت طول اليوم متعصبه وهنا 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 وحروب كتير، في حين ان انا هاديه. تمام، هو الشخص ده تصرفاته تمام وانا دي تصرفاتي.
انا برسم حدودي بهدوء، برسم حدودي وانا من جوه هاديه. تمام. رابع مرحله بقى اللي هي اصلا مفيش مسامحه، انك هتدرك الشخص ده اساسا هو جه رسول من ربنا ليك عشان يعلمك درس وطلع خلاص، يا عم شكرا سلام عليكم، انا اتعلمت الدرس وانت اتعلمت درسك ويلا سلام عليكم. فالموضوع بيبقى اللي هو بيوند المسامحه اصلا. فانت عشان تيجي تقول لشخص بقى، تعالوا لو رجعنا للمرحله الاولى، ان انت تيجي تقول لشخص انت هو الشخص علمك الدرس وخلاص، انت متضايق ليه؟ هو بالنسبه له انت بتقول ايه اصلا؟ يعني انتوا متخيلين؟ ولو خدتوا بالكم احنا 3 مراحل من دول احنا ما جبناش فيهم سيره المسامحه غير في مرحله واحده بس، واحنا بنعدل الترجمه ومفاهيم المسامحه. فبالتالي بالراحه على نفسنا وشوف انت فين في انهي مرحله. مش لازم تروح للمرحله الرابعه وانا هبقى تحفه وانا خلاص هفهم الدرس وانا هعمل كل حاجه، واحنا لسه بعاد قوي، احنا لسه في الاول. كده بنظلم نفسنا، لان احنا بعاد في درجات كتيره جدا من المشاعر محتاجين نتعامل معاها الاول قبل ما نروح للمرحله دي. تمام. يبقى 1 هنبني الشخصيه او هنبني المهارات اللي تخلينا قادرين ناخد حقنا او نتكلم او نعبر عن غضبنا او ان تم انتهاك حدودنا. تاني مرحله ان انا ببدا اعمل ايه؟ اتخلى واحده واحده عن المشاعر السلبيه. حتى لو انا بشتغل مع نفسي، مش شرط تكون شغال مع حد، بس لو انت بتشتغل مع نفسك او بتكتب مع نفسك او بتتعامل مع مشاعرك مع نفسك، دايما تخلى عن شعور واحده واحده. وفي المرحله دي مصلحتك ان انا بتخلى عشان انا مشاعري، والمشاعري ما تكونش باللود ده، او ان انا هتخلى من الحمل ده على كتافي او من على جسمي اصلا او من على عقلي، الاسترس والتوتر والحاجات دي كلها. 3 مرحله تصحيح مفاهيم المسامحه، ان تاني العفو عند المقدره. لما اكون حاسه ان انا فعلا قادره وفي خطوات فعليه اقدر ان انا اخدها عشان اخد حقي، وهنا اختار اللي هو الشخص ده مثلا لا خلاص هو تعبان، هو انا مش، او هو مثلا ظروفه كده، او ان ماشي خلاص انا هختار ازاي هرسم حدودي. يبقى هنا ايه؟ من قوه مش من ضعف ومش من مثاليه ونروح لان انا كويس الحلو الكيوت اللي بيتخلى وبيسامحهم. لا خالص، هي ما بتجيش من كده. يعني المثاليه ده الجانب السيء منها، ان احنا بنروح للمسامحه عشان احنا بندرك القوه وان انا عندي فعلا الاساليب اللي اقدر اخد بيها حقي، فبهدى بستكين. هنا بيجي الهدوء والسكون، ان انا قادره اتعامل على الاقل الورست كيس سيناريو، اني هقدر اتعامل. رابع حاجه وهي ان خلاص انا تخطيت ده وادركت ان الشخص ده دخل يعلمني درس، طب خلاص ايه الدرس اللي هو دخل يعلمهوني؟ شكرا، يلا سلام عليكم سلام عليكم، مشكرين. صباحكم فل وكل سنه وانتم طيبين.